فاكر أول مرة قدمت على شغل وبعت العرض واستنيت بس مفيش رد، ولما لقيت أول عميل وافق عليه كنت طاير من الفرحة. بس بعد ما خدت الشغل واشتغلت عليه فجأة لقيت العميل عمل لك تقييم 3 نجوم بس. ليه؟ لأنك ما كنتش فاهم اللعبة صح. وفي الفيديو ده هخليك تاخد أول تقييم ليك 5 نجوم حتى لو لسه جديد ومحدش يعرف. أنا حسن النحاس، بقالي أكتر من 5 سنين على أبورك، وقررت في سنة 2024 إن أبورك يكون مصدر دخلي الوحيد. وحاليا بفضل الله شغال ضمن فريق التوظيف في شركة أبورك الأم نفسها، وساعدنا في تعيين أكتر من 15,000 شخص على المنصة. يعني بفضل الله مش بس فاهم المنصة، أنا من الناس اللي بتقرر مين يتعين ومين مش ممكن يتعين. ومن كام شهر أحد أصدقائي دخل أبورك وخد شغلانة واحدة بس واتصدم بالتقييم السيء اللي خده، وجاله بيقول لي يا حسن عملت كل اللي قلت لي عليه بس للأسف النتيجة عكس ما هو كان متوقع. ومن هنا بدأت أفهمه الغلطة اللي 90% من الناس بيقعوا فيها. وافتكر دايما لو انت جاتلك أكتر من 3 نيجاتيف أو 3 تقييمات سلبية على أبورك هيتوقف حسابك لمدة 6 شهور. أي مشروع من غير حدود يساوي حفرة هتقع فيها. أنا اشتغلت مع عميل سعودي ماسك شركة للاي اي سولوشنز او شركات التطوير عن طريق الذكاء الاصطناعي. كان طالب مني اعمل له كل حاجه، مبيعات، ايميلات، اجتماعات، مرتبات موظفين، اشوف التاسك بتاعت الموظفين واتابعهم له، اكلمه في التليفون، اكلم عملاء في التليفون، اقابل عملاء بالنيابه عنه، واحيانا احجز له تذاكر الطيران. وعلي زندعانه وزوفي على وليله جامده قوي سعادتك. كان ناقص بس ان انا اكله في بقه. بس قبل ما ابدا معاه كنت عامل استراتيجيه عن طريقها، بعت له عدد الساعات، المهمات اللي هشتغل عليها، القبض بتاعي هيبقى كام، ولو في زياده هتبقى ازاي. بس لحظه واحده، انا جايب لك الانترفيو لحد عندك وتعال نشوف هو ماشي ازاي. حياك الله محمد، ايه الاخبار؟ معلش انا اسف، الله بس يسلمك. الشيء ده محتاج كنت اوصله بالكمبيوتر عندي فمعلش. جاهز فور بودكاستنج خلاص يعني. على طول. انا اصلا كونتنت كريتور اساسا وبعمل محتوى على التيك توك، ف اوكي انا actually do voice over and podcast احيانا كده على جنب شويه. اوكي السيتنج واضح، السيت اب واضح، السيت اب واضح. ربنا يخلي حضرتك. إيه الأخبار؟ حياك الله، حياك الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب خليني بس كده لانه I'll have to run in 20 minutes or so but it shouldn't take that much. طيب خليني اشرح لك احنا اللي هي بنعمل where do I need help, and then we decide if you'd be able to help. Would you like to help? We are an AI for business consultancy. A fancy word for saying, we help organizations understand what AI is and deploy it at their organization. We start small or big, it's up to them. We just try to engage with them early on in a smaller scale and then hopefully build on top of that. Now, I've contracted with a lead generation company which set up meeting, and I'm promised 80 meetings by contract within the next 3 months. We've had 10, 15 so far, and it's overwhelming. Just the way we do things is initially we have a discovery call. We don't prepare anything for it. It's just for us to ask questions. So no presentation is required. Nothing is required. Now, most of the clients are willing to talk. They don't mind. They share everything with us, and that's awesome. Then I have a consultant who is helping me, because clients after the initial meeting, they wanted to hear from us. We try to avoid this. We try to move on faster, but most clients would love to, okay, now you heard our problems. Please tell us how AI could help us. Then we have to prepare a presentation tied to their needs and pain points identified in the initial meetings. Then we have a second meeting with them, and the second meeting is our responsibility to schedule. The lead generation company's role ends after the initial meeting. So they don't do the follow-up, they don't do anything. Now, we haven't passed that yet. So the second meeting hopefully would result on what we try to sell is a discovery offer, very small, direct, easy process, light process. Because I think it's easier to sell something small to get our foot into the door and then, build on top of that. بالظبط. Now, with the large volume of meetings, keeping up with all the clients that we talk to, because some clients we want to drop.
at least we need to prioritize clients because not all of them are based on their pain points. We can set a score of how important this client is. And I'm just thinking out loud with you, but we don't have a process yet. But the way that I think about it, maybe, we put something in green, something in yellow, something in red. The green would go to the best consultant to prepare the presentation. The yellow one would go to a cheaper consultant to do the presentation because, I pay them per hour. They are all freelancers. I don't have any full-time employees yet. And I'm actually willing, I would love to run the business like this. It's a lot leaner. It's a lot, you could maximize and you could benefit from people all around the world. And AI, that's an added value. And some clients, we might put them in red. We'll get back to them whenever we get back to them. For those people, we might send emails, just to keep them aware of what we are trying to do. We could share success story with them later on because they are defensive when it comes to, AI cannot help us, They are very few. There is a good number in green, a bigger number in yellow, and very few in red, which is good so far. But I would assume, for a lead generation company, there will be some reds, that they are, absolutely useless. And the good thing is some meetings, they'll have to be rescheduled because either they would have, okay. So how can I manage something like this? Okay. The follow-up for the second meeting and scheduling the second meeting, classifying those meetings, arranging or coordinating with the consultants to prepare the right presentations, fitting the meetings within the busy schedule of the initial meetings. You know what I mean? I need a way to actually scale the operation, not necessarily the team yet, but with something solid. Hopefully, we're a very young company. We're a startup. But I know once you set up a good system, it continues. If you start chaotic, it will continue to be chaotic. Absolutely. Yes. Absolutely. And yeah. Okay. That's that's everything in a nutshell. وزي ما سمعت كده كان عاوزني اشتغل كل حاجه حرفيا، بس انا ما سبتش نفسي ليه. حددت معاه عدد الساعات اللي انا هشتغلها وقلت له هشتغل عدد معين من الساعات بس على تاسكات معينه ومحدده. عايزين تعرفوا انا عملت كده ازاي؟ تعال اشرح لكم نطاق العمل او بالانجليزي ايه هو السكوب اوف ورك اللي احنا اتفقنا عليه مع العميل. زي ما انتم شايفين طبعا هنا هو ده كان عرض العمل اللي انا بعته له وشكرته طبعا على الميتنج. بعد كده قلنا ان احنا هنعمل هبني له منصه نوشن بالكامل لشغله هو. قلت له ان انت هتدربني على الشغل عشان اتاكد ان مش هيحصل اي ميس كوميونيكيشن او هيحصل اي مشكله مع العميل. لازم تكون محدد وانت بتبعت للعميل الحاجات ديت، لان بعد كده لو حصل اي نزاع مع العميل فهنا اهو هتبقى انت مع ابورك بينت الابورك كويس ان انت عملت كل حاجه عندك عشان تعرف ان انت تتفادى اي مشاكل. هنا برضو قلت له ان انا هحضر معاك الميتينجز بس as long as ان انا متفهم ايه هو البرودكت بشكل تفصيلي، عشان برضو هنا هو انا بلح على النقطه الثانيه او بحاول اكمل على النقطه الثانيه. لو ما فيش تدريب ليا كفيرتشوال اسيستنت او كبروجكت مانجر معاك فانا كده مش هعرف اخش معاك الميتينجز ديت. قلت له حتى انا ممكن اساعدك ان انا اصنع لك فيديوهات بنفسي واصورهم لك. وهنا برضو قلت لك ان انا هشتغل معاك مثلا نشوف الحتت اللي فيها مشاكل واحنا ممكن نحسن فيها. هنا اتفقنا على من 15 ل 20 ساعه عمل في الاسبوع، عشان في عملاء ممكن تخليك حرفيا عبد عندهم. فانا كنت محدد جدا في الحته ديت. هو طلب في الاول ان انا اخد $15 في الساعه. قلت له ان احنا محتاجين نراجع بس على سعر الساعه دوت. لو انا عرفت ان انا اوصل لك شغل بشكل احسن شويه او بشكل اكثر احترافيه وانت انبسطت فابسطني انا كمان. وطبعا بعت له رساله شكر في الاخر وابعت لي الكونتراكت عشان نبتدي ان احنا نشتغل مع بعض. وبكده نكون عرفنا ازاي ان احنا نبعت للعميل عرض عمل مفصل بناء على الملاحظات اللي انت كتبتها. مهم جدا في الميتنج يبقى انت معاك ورقه وقلم او تسجل الميتينجز زي ما انا بعمل، عشان ده هيبقى ريفرنس مهم جدا جدا. ومن هنا يا صديقي حطيت حدود ما بيني وما بين العميل، وعرف ان انا مش لاقيه سهله
هيديني اللي هو عايزه وانا هقبل بيه. هو عارف ان انا عارف بعمل ايه كويس قوي. العميل مش بيدور على سوبرمان، العميل بيدور على حد ملتزم، حد عارف هو بيعمل ايه. عارفين بعد كده ايه اللي حصل معايا مع العميل ده؟ كل يوم كنت بكتب له تقرير صغير، عملت ايه، وصلت لفين، وايه الخطوه اللي جايه، وايه التاسكات اللي هي خلصت واللي لسه قيد التنفيذ، وببعتها له في اخر اليوم. ده بيخلي العميل يحس انك ماسك المشروع اكن هو اللي ماسكه بالظبط، فهو بيثق فيك اكتر لان هو شايف ان همك مش الفلوس، همك البيزنس بتاعه، وبالتالي هيجيب لك شغل اكتر وتعمل الاف الدولارات في زمن قياسي جدا. بعد ما خلصت المشروع وسلمته للعميل، استنيت لحد ما هو قال لي بنفسه شغلك ممتاز جدا يا حسن. لازم تسال العميل رايك ايه في الشغل لحد دلوقتي، مش بصفه انك بتحاول ان هو يشكرك على شغلك ومجهودك، انت عاوز تجس نبضه لحد دلوقتي الدنيا تمام ولا في مشكله، ولو في مشكله ايه هي، ولازم تعرف سببها وتشتغل على حلها على طول عشان تتجنب اي تقييمات سلبيه. بس خد بالك، اوعى تطلب من عميل تقييم 5 نجوم، المنصه هتعمل لك حظر، لان ده ضد سياسه ابورك. العبها صح. عاوز تعرف ازاي؟ تخش للعميل هتقول له رايك ايه في الفتره اللي فاتت اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض، يقول لك والله انت كنت كويس وممتاز. طيب انا حابب اخد رايك في الفيدباك اللي ابورك هيطلبها منك، ده هيساعدني جدا ان انا احسن من جوده شغلي، والعملاء التانيين هيشوفوا انعكاس شغلي على البيزنس اللي انا اشتغلت فيه معاك كتيم واحد. انت هنا بشكل غير مباشر طلبت لنا عميل فيدباك 5 نجوم بشكل لطيف، وما يبانش ان انت في امس الحاجه اليها، لان للاسف في بعض العملاء لما يحسوا ان انت ميت على التقييم ممكن يبقى واخدك رهينه عشان تعمل اللي هو عاوزه. انا عارف ان في ناس كتير هتسمع الكلام ده وتقول تمام ويفضلوا في مكانهم، ولكن في نفس الوقت في ناس بدات تبعت لي تفاصيل حساباتها وتقول لي شوف الغلط فين، وبصراحه مش كل مره بلحق اراجع كل حاجه. وعشان كده لو حاسس ان انت واقف في نفس المكان ومحتاج حد يراجع معاك خطواتك صح، في طريقه واحده بس دلوقتي، بس مش هعلن عنها في الفيديو ده، بعد فيديوهين ان شاء الله هقول لكم عليها. تابعوني عشان تعرفوها. السلام عليكم.